انت ملتزم بمعايير البراندنج بتاعه، في نفس الوقت انت محقق البريف اللي هو كتبه في الاول، وان انت عندك شرح للتصميم بتاعك يقدر يفهم بيه ايه اللي انت عملته في رحلة الديزاين بتاعتك. لو انت بتتعامل مع الكلاينت او المستثمر ان هو هيقدر يقرأ كل المجهود اللي انت عملته من نفسه وسلمت الديزاين بتاعك من غير بريف مشروع فيه انت ليه استخدمت اللون ده، ليه وظفت البراند بتاعه بالشكل الفلاني، ليه استخدمت العناصر دي في التصميم، ايه الاهداف اللي انت حققتها له في التصميم وحققتها له ازاي، هو مش هيقتنع بيه. في الحالة دي هيحتاج حد تاني هو اللي يقول له التفسير ده، وهيلجأ بقى للكوميونتي بتاعته، والكوميونتي بتاعته دول كل واحد بقى ورأيه. ورأيه وعايز اقول لك يعني اكتر هبيدة في الدنيا هي الكوميونتي اللي بتبقى حوالين الكلاينت، هو مش عايز يقول له انا مش فاهم او انا مش عارف، فبيقول له بوجهة نظره اللي هي اكيد محدودة يعني.